في الفيديو ده الراجل ده اندفن حي بسبب انهيار طيني وقع على عربيته. فتح شباك العربية ومد ايده عشان يشوف سمك التربة قد ايه، لكن في اللحظة دي نزل كمية كبيرة من الطين جوه العربية. اتخض وقفل الشباك بسرعة، وما عدتش دقيقة الا وكان الطين مغطيه بالكامل. ما كانش عنده وقت حتى ياخد نفسه لان سقف العربية الازاز اتكسر فجأة. فمسك شريط لزق بسرعة وحاول يقفل الفتحة، لكن الشريط ضعيف وما استحملش وزن الطين خالص. وفي لحظة يأس لمح قفل الدركسيون تحت الكرسي، فشاله بسرعة وسنده بميل ناحية السقف، وبكده قدر يخفف اندفاع الطين بشكل مؤقت. ولما حس ان الوضع بقى اهدى شوية نسي نفسه ومسك ازازة المية من غير تفكير وكان خلاص هيشربها، لكنه فجأة افتكر انه مش عارف هيطلع من المكان ده امتى، فقرر يوفرها وما يشربهاش مرة واحدة. بعدها لم نفسه تاني وجمع كل الادوات اللي ممكن تفيده يمكن يلاقي طريقة يهرب بيها، لكن للأسف ولا حاجة نفعت. وهو قلقان بدأت المية تنزل من فتحة السقف، فقرب بقه على طول وبدأ يشربها بأي طريقة، لكن المية كانت بتنقط وبطيئة جدا. فطلع كارت وطبقه على شكل قمع، وبعدها ركبه في إزازة بلاستيك وعمل أداة بسيطة يجمع بيها المية. وفعلا الإزازة بدأت تتملي بسرعة، وبكده حل مشكلة المية. لكن المشكلة الأكبر كانت إن الأكسجين جوه العربية بدأ يقل. فك ماسورة حديد وعمل فتحة صغيرة في غطا الإزازة، وبعدها وصلهم بحبال. وبعد كل التعب ده ما قدرش غير إنه ينبهر من ذكائه. مسك الماسورة الحديد وبدأ يزقها لفوق من فتحة السقف على أمل إنها توصل للسطح ويمكن حد يحس بيه. والمفاجأة إن الماسورة دخلت كلها من غير أي مقاومة، لكن ما خبطتش في أي سطح صلب. فطلع ماسورة تانية وربطها بنفس الطريقة وقرر المحاولة لحد ما دخلت هي كمان بالكامل. وقتها عرف قد ايه هو مدفون عميق تحت الارض وعلى مسافة كبيرة. التنفس بقى اصعب وما كانش عنده وقت يفكر. فك اخر ماسورة حديد وبدأ يزقها لفوق، لكن المرة دي في حاجة صدتها، ومهما حاول يزقها ما اتحركتش من مكانها. ساعتها مسك رافعة هيدروليك وحاول يرفع بيها الماسورة، ولما الرافعة وصلت لأقصى قوة حط فوط على كتفه واستحمل الألم وفضل يزق بكل قوته لحد ما أخيرا الماسورة اخترقت طبقة التربة. مسك سلك حديد وزقه لفوق، والمرة دي نجحت. أول ما شاف نور خافت في طرف الماسورة صرخ من الفرحة وقرب فورا ياخد نفس من الهواء النظيف. بعدها بص حواليه يدور على أي حاجة تلفت الانتباه، وفجأة جات له فكرة. طلع جرايد قديمة من العربية لفها على شكل رولات وولع فيها نار على أمل إن حد يشوف الدخان. لكن اللي ما عملش حسابه إن إشعال النار جوه عربية مقفولة خطر جدا، وما رماش الورق المولع غير بعد ما النار خرجت عن السيطرة. اعمل لايك واشترك في القناة عشان تشوف بقية القصة.